فقدت الساحة الفنية اليمنية اليوم الاثنين 8 سبتمبر أيلول 2025 واحدا من أبرز أصواتها الشعبية برحيل الفنان المعروف محمد مشعجل إثر وعكة صحية مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى الغيضة المركزي قبل يومين. وأعلنت أسرة الراحل نبأ وفاته مؤكدة أن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ رغم محاولات الأطباء إنقاذه، لتطوي بذلك صفحة فنية حافلة بالعطاء امتدت لعقود. ينحدر الفنان محمد مشعجل عوضا المهري من قبيلة رعافيت بمديرية ضبوط في محافظة المهرة، وخلد اسمه في ذاكرة المستمع اليمني من خلال أعمال غنائية رسخت في وجدان الجمهور، أبرزها يا مداوي، شل عقلي، يا هبوب العصر، يا لول، ونسيم الليل، وغيرها الكثير. وقد خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور في اليمن برحيل مشعجل، حيث نعاه زملاؤه ومحبوه بكلمات مؤثرة، مستذكرين مسيرته الغنية التي ساهمت في إثراء الأغنية المحلية ونشر ألوانها التراثية. ومن المقرر أن تشهد مدينة الغيضة خلال الساعات المقبلة مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل، وسط حضور واسع من الشخصيات الفنية والاجتماعية وجمهور محب، في وداع يليق بمكانته ومسيرته الفنية. نعى رئيس دائرة الإعلام والثقافة والإرشاد بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية محمد أنعم، سفير الأغنية اليمنية والمهرية الفنان محمد مشعجل، الذي انتقل إلى جوار ربه إثر وعكة صحية مفاجئة في محافظة المهرة. وأشاد أنعم بمناقب الفقيد وإبداعه الفني، معتبرا إياه صوتا أصيلا حمل على أوتاره هموم اليمنيين وحنينهم إلى الوطن، وعكس في أعماله عبق الأرض ورائحة البحر. وعبر أنعم عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وللوسط الفني اليمني، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.